انا متأكدة يا أمرايا ان انت ما شفتيش كيكة بالحلاوة دي ولا مرصوصة الرصة دي. لو شفتي فيديو زي بتاعنا يبقى ما تتفرجيش علينا، ولو ما شفتهوش اتمنى تخشي وتشوفي الفيديو وتشوفي الوصفة وتشوفي الطريقة وتجربيها مع اختك في اللم ورودي. كل يوم وصفة اقتصادية وعلى قد الايد ومن قلب مطبخك. يلا بينا يا امهات اقول لكم عملتها ازاي، واتمنى انكم تجربوها وتستنونا كل يوم فيديو جديد. هاتي ورقة وقلم يا أمرايا واكتبي ورايا. الأول هنعمل عجينة الحشوة. هنجيب بيضتين وكوب سكر مش مطحون، وكمان معانا 5 معالق نشا ويكونوا كبار. وبعد كده هنجيب نص كيلو لبن ويكون حليب. عارفين طريقة البشاميل؟ هو زيها بالظبط. وهنرفع الخليط ده على النار لغاية لما يغلي، وأول ما نحس إن هو تماسك زي ما حضراتكم شايفين كده زي المهلبية بالظبط هنطفي عليه وهنفرغه في وعاء ليبرد. وفي خطوة مهمة جدا انك لازم تغطيه بكيس، اوعي تغطيه بغطا. يلا بينا نعمل عجينة الكيكة او الرول الصغير جدا. معانا 3 بيضات، وكمان معانا كوب سكر بودرة مطحون. هنقلبهم تقليبة خفيفة علشان يتجانسوا، وبعد كده هننزل عليهم ب3 معالق عسل. والعسل ده مهم لان هي كيكة العسل. وكمان هننزل ب3 معالق زبدة ويبقى زبدة سايحة، وكمان 3 معالق زيت، وشعرة ملح بسيطة عشان معادلة السكر، شعرة الملح في كل وصفاتنا. وكمان هنقلب الخليط ده لمدة 10 دقايق. أنا هنا معايا 2 كوب دقيق من القمح، وكمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهنزل بالدقيق على الخليط اللي احنا عملناه. وما ننساش نحط 4 معالق كاكاو، بس 4 معالق من الكبار من معلقة الأكل. وهقلب الخليط ده مع بعضه بالراحة علشان يتجانس. شايفين الخليط عامل ازاي؟ القوام واضح قدام حضراتكم، أتمنى يكون واضح وتطلعيه بالمنظر ده. وبعد كده هنقسمه ل3 أقسام بالنظر كده، يعني تشيلي 3 معالق و3 معالق و3 معالق لغاية لما تلاقي العجينة اتقسمت ل3 أقسام. ممكن تلاقيهم 4 معالق عادي جدا. وبعد كده هنجيب 3 ورقة زبدة، لازم ايوه 3 ورقة زبدة. وهنفرد الكميات اللي احنا قسمناهم على الورق الزبدة ده. وبعد كده يا امارات هناخده بقى على الفرن، وهنحطه في درجة حرارة متوسطة ولمدة 5 دقايق. ودرجة حرارة تكون متوسطة جدا، مش مشكلة يعني نهدي النار على اخرها. ولو ميكروويف يبقى 160 درجة. وانا كده طلعت ال3 اهم. شايفين المنظر والجمال عامل ازاي؟ هشيل بقى ورق الزبدة واحدة واحدة، هرصهم فوق بعض وهغطيهم بورقة زبدة من اللي انا عاملاها عليهم ومن فوق ومن تحت، وهسيبهم يبردوا شوية. فاكرين الخليط اللي عملناه في الاول؟ هجيب المضرب وهضربه، بعد ما هيبرد هيبقى متماسك معانا، بس لما نضربه بالمضرب هيبقى زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده هحط 3 معالق زبدة كبار، والزبدة تكون متماسكة مش سايحة. وكل ما احط شوية هضرب بالمضرب، يعني مش هتتحط مرة واحدة. وهحط كمان معلقتين 2 سكر بودرة، وديت هتوفر عليك الكريمة. صدقيني الحشوة دي هتعجبك جدا لانها بديل الكريمة. وتنيني اضرب فيها لمدة 10 دقايق. شايفين القوام قدام حضراتكم عامل ازاي؟ احنا عايزينه بالقوام ده. بالله عليكي لو لسه بتسمعيني لغاية هنا اضغطي لايك، اوعي تطلعي من الفيديو من غير اللايك. الكيكة دي انتي مش هتشوفيها غير على قناتنا بس. وبعد كده هنجيب الرول اللي احنا مجهزينه ال3 اللي فوق بعض، وهناخد واحد واحد وقطعه زي ما حضراتكم شايفين. هشيل اللي انا قطعتها الاول وهقيس عليها كده بالمنظر ده، والاطراف والزيادات اوعوا ترموها لاننا هنحتاجها. احنا معانا كل حاجة اقتصادية وما بنرميش اي حاجة، يعني هتقطع الرول وبقية التساوي اللي في الاطراف ما ترميهاش، حطيهم بس في طبق وهقولك هنعمل بيهم ايه. شايفين يا اصدقاء الكمية؟ حاجة جميلة جدا. ولو عايزة تزودي زودي كمان رول او 2، يعني ممكن تكرر الخليط. وهنجيب بقى الخليط اللي احنا عملناه وهرصه عليها كده كأنك بتعملي الكيكة العادية. ما تكتروش في الخليط، يعني ما تكتروش الكريمة اللي احنا عاملينها ديت، ما تكتروش في الخليط، يدوب معلقة فوق ومعلقة تحت. وبعد كده هنوزعهم الاتنين بالتساوي زي ما حضراتكم شايفين كده. ما تكتروش يا أصدقائي. ولما نخلص الخليط على الرول هنسيبها لمدة ربع ساعة. أيوة سيبوها لمدة ربع ساعة.
هتتماسك وكمان هتبقى طرية شوية، يعني الرول هيبقى طري في ايديكي وانت بتلفيه كده. شايفين اللف؟ اتمنى الطريقة تعجب حضراتكم وتقولولي تسلم ايدك او تعملولي لايك بسيط وتدعموا القناة، واتمنى برضو يا امارات تجربوها. شايفين الطريقة؟ انا متأكدة انك ما شفتوش زيها قبل كده. ولو انتوا عايزين تكبروها وتعملوها مقاس كبير، انا عاملاها هنا مقاس صغير. لو انتوا عايزين تعملوها بقى مقاس حجم عائلي، يبقى هتكرروا طريقة عمل الرول زي ما عملناها، بس ما تزودوش المقادير. تعملوا 3 وبعدين ترجعوا تعملوا 3 غيرهم، ما تزودوش المقادير لان ديت كيكة بالمقادير. شايفين الطريقة؟ واحدة ورا واحدة. ولما تلاقي نفسك مش عارفة تلف الباقي، شيليهم ورصيهم كده زي ما انا بعمل. وبعد كده يا قمراية هنجيب بقية الخليط اللي معانا ونبتدي بقى نزين التورتاية بتاعتنا. انا هنا الخليط ما بقاش معايا كتير، بس انا زينت على قد ما اقدر. هعمل الجناب وهعمل من فوق زي ما حضراتكم شايفين كأننا بنعمل تورتاية عادية. فاكرين بقى بواقي الزيادات اللي انا قلت لكم ما ترموهاش؟ هتلاقوها نشفت معاكم لما تركنوها شوية، هتفركوها كأنها بسكوت. تفركوها قوي وتنعموها بايديكم، وبعدين تاخدوها ترشوها على الكيكة من فوق ومن تحت، والله على الجمال وبالهنا والشفا على قلوبكم. شفتوا الجمال عامل ازاي؟ هتعملوها وتجربوها ان شاء الله وهتقولوا لي رأيكم فيها ايه، وهستنى رأيكم في التعليقات وتقولوا لي انكم عملتوها يا اصدقائي وجربتوها، لانها بجد تحفة التحف وكمان هتعجب كل اللي حواليكم. كانت معاكم اختكم في الله ام رودي. قناتنا بتقدم وصفات سهلة وبسيطة وعلى قد الايد واقتصادية، واحسبيها بالورقة والقلم وقدام حضرتك الفيديو وانت عارفة الاسعار، مش هتكلفك كتير. وزي نهاية كل فيديو بسيب لكم اخر وصفات احنا عملناها، عشان في ناس كتير بيخش الفيديو بيبقوا جداد، واتمنى ان هم يشوفوا وصفاتنا وياخدوا فكرة عنها ويخشوا يجربوها. استنونا كل يوم، اختكم في الله ام رودي وست الحبايب، وصفة جديدة سهلة وبسيطة واقتصادية ومن قلبي مطبخك. والسلام عليكم.